بيقولوا ان 70% من قرار شراء منتج بيكون من جوه المحل، وبنسبه 30% بتحدد اختيارك للمنتج ده بناء على الباكجينج بتاعه، واللي مسؤول عن تصميمه مجال حلقتنا النهارده، وهو الباكجينج جرافيك ديزاين، واللي يعتبر مجال الغلطه فيه ممنوعه، لان في اغلب الحالات التصميم بينتج عنه اعداد كبيره جدا ومفيش عوده في الخطا ده. فعشان تعرف ازاي تبقى باكجينج جرافيك ديزاينر لازم تعرف يعني ايه باكجينج، ويعني ايه باكجينج ديزاين، وايه هي مسؤوليات المصمم وطبيعه شغله، وكمان اهميته، وازاي اقدم افضل تصميم، والمهارات المطلوب توفرها في الديزاينر، وكمان اهم البرامج اللي هتحتاج تتعلمها. معاكم محمد الصواف من قناه رحاله، فيلا نبدا. خلينا نبدا بالباكجينج ونعرف تعريفه. هو عمليه انشاء وسيله تعمل على احتواء المنتج وحمايته بشكل اساسي، وده بيحصل عن طريق تحديد بعض الحاجات زي ماده التغليف وطريقه التغليف، بالاضافه لشكل وتصميم العبوه. فبعبارات بسيطه هو بيهدف لنقل وتوزيع المنتج وكمان تخزينه، بالاضافه لتحديده وتمييزه في السوق. انما بالنسبه للباكجينج ديزاين فهو اتحاد عناصر التصميم من صور، illustrations، color، typography، وحتى الماتيريال والبرودكت، وكل ده بهدف انتاج تصميم جذاب قابل للماركتنج والدعايه والحفاظ على المنتج جواه. فنقدر نقول في الاخر ان الغرض من تصميم العبوه هو لتحقيق الاهداف التسويقيه من خلال توصيل شخصيه المنتج او وظيفته بشكل مميز للعميل بهدف تحقيق المبيعات الكتير. فمن هنا نقدر نتكلم ونوضح طبيعه عملهم ومسؤولياتهم. فمن الواضح ان هما مسؤولين عن العصف الذهني مع فريق التسويق، وده لتبادل افكار التغليف ولمناقشه مواصفاته، فهم وتحليل سوق العمل والتصميم، وتحديد اتجاهات السوق، وتحليل تصميم التغليف المماثل، ولازم استيعاب المفهوم والهدف والجمهور المستهدف للعمل. تصميم غلاف بيمثل علامات تجاريه للشركه والمنتج، وده بيساعد في المستقبل ان بيتم التعرف على علامتك التجاريه بشكل واضح. تجهيز تصور نهائي للمنتج بعد التغليف وتقديمها للشركه، وده بيتم عن طريق حاجه اسمها موك ابس. واخيرا تجهيز الملفات للطباعه، عشان كده لازم يكون على درايه متطلبات الطباعه والتقنيات المختلفه لضمان انتاج طباعه عالي الجوده، وكمان عشان زي ما وضحنا قبل كده الغلطه هنا ممنوعه. فبشكل عام تقدر تعتبر الباكجينج جرافيك ديزاين هو حلقه وصل بين المنتج والعملاء. فطبعا المجال ده ما يقلش اهميه عن اي مجال اتكلمنا عنه، فخلينا نتكلم عن اهميه الباكجينج جرافيك ديزاين. فهي سبب في جذب انتباه العميل، فاكتر من 70% من قرارات الشراء بيتم اتخاذها داخل المتجر زي ما وضحنا في الانترو. فالتصميم الجيد هيساعد في جذب انتباه العملاء، وده اللي هيخليه سبب في زياده المبيعات. فبيعتمد تقريبا تلت عمليه اتخاذ قرار شراء منتج على التغليف لوحده، برضه زي ما وضحنا في الانترو. بيساعد في التعرف على العلامات التجاريه، فتصميم الغلاف لازم يكون بيمثل علامتك التجاريه بالاضافه لتمثيله للمنتج، كمان سبب في تحسين صوره العلامه التجاريه. فالتصميم الجيد للغلاف بيكون سبب في تحسين صوره العلامه التجاريه للشركه وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في السوق. حلقة وصل بين العملاء والمنتج، فلازم يوصل تصميم العبوة رسالة واضحة عن طريق المنتج المعروض للعميل ويجذب انتباهه. توصيل المعلومات، وبيتم استخدامه لتوصيل المعلومات المهمة زي العناصر المكونة والقيمة الغذائية والكمية وطريقة الاستخدام وغيرها كمان، ولازم الوصول ليه هيكون سريع وكمان سهل التفسير. تمييز المنتج في السوق، وده بسبب تصميمه الفريد اللي هيميزه عن منافسينه وهيخليه ما يتنسيش. طيب دلوقتي بعد ما عرفت اهميتها الكبيرة، ازاي اقدر استفيد من اهميتها؟ بسيطة، عشان تعرف تستفيد من اهميتها لازم تعمل تصميم كويس يجذب الانتباه ويظهر هوية المنتج ويكون مميز في السوق. فده دخلنا على ازاي اقدر اعمل تصميم كويس. في بعض الملاحظات لازم نركز عليها، زي في الاول لازم تعرف هدف الغلاف وجاوب على الاسئله الرئيسيه زي هتستخدمه في ايه، ازاي المفروض الناس تحس لما تشوفه، وايه هو مستوى الوعي اللي بتستهدفه. افهم المنتج والعميل كويس جدا، وهنا بيجي دور الاودينس انفورميشن والماركت ريسيرش، واللي تقدر من خلالهم تفهم متطلبات العميل والفئه اللي بتستهدفها وتحديد وفهم معلومات كتير عنه. بعدها عمل تصميم بسيط بيعبر عن المنتج وهويه المنتج والشركه المصنعه كمان، ويجذب انتباه العميل. وازن بين الشكل والوظيفه، فلازم يكون التصميم جميل وجذاب بصريا، وفي الوقت نفسه لازم يلبي الغرض الوظيفي للعبوه، ولازم ان تكون العبوه سهله الاستخدام وعمليه وتحمل المنتج بشكل فعال. اهتم بالتفاصيل، التفاصيل تقدر تنقل تصميمك لحته تانية، فركز على الحاجات البسيطه اللي ممكن تعمل تاثير كبير زي الكلر، لاyout، تايبوجرافي اند تكتشر. وده دخلنا على اهم المهارات المطلوبه في الديزاينر واللي هتساعده بشكل كبير في المجال ده. فلازم يكون قوي في الكلر، لاyout اند تايبوجرافي، ودي مهارات اساسيه اي ديزاينر لازم يبقى عارفها. متمكن في تطبيق نظريات التصميم زي البالانس، كونتراست، وايت سبيس الى اخره. على درايه بالهويه البصريه ويقدر يطبقها في تصميماته. على درايه كافيه بالطباعه والتغليف لان شغلك معتمد عليهم جدا والغلط فيهم ممنوع. يقدر يشتغل مع فريق، وده لان شغلك برضه بيفرض عليك على طول انك تشتغل مع فريق. مهارات تواصل وحل المشكلات لان طبيعه شغلك بتفرض عليك التواصل مع اشخاص مختلفه، وكالمعتاد في اي شغل لازم يبقى فيه ادوات بتساعدني في تنفيذ الشغل ده، وده يوصلنا لاهم البرامج اللي هتحتاج تتعلمها زي ادوبي الستريتور، ادوبي فوتوشوب، وكمان ادوبي ان ديزاين.
والثلاث برامج دول مهمين جدا انك تتعلمهم. فلو حابب تبدا في المجال ده يبقى لازم تبدا تهتم بالمهارات المطلوبه، وكمان بالاضافه لتعلم البرامج اللي قلناها. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانتظرونا في الحلقات اللي جايه، وافتكر ان بدايه رحلتك دايما هتكون من هنا. مع السلامه.